النهارده هتكلم عن افضل 3 تمارين لحرق الدهون والتخسيس، لان دايما السؤال ده بيجي لي في العياده، ان يجي لي شخص يقول لي انا هبدا رياضه او هنزل ولادي يلعبوا رياضه، فايه افضل رياضه يبداوا بيها عشان يخسوا بسرعه. فالنهارده ان شاء الله هعرفك افضل 3 رياضات هتساعدك تخس بسرعه جدا باذن الله تعالى. بس قبل ما نبدا في فيديو النهارده فهنفتح السحب ل8 اشخاص هنتابع معاهم النظام الغذائي لمده شهر مجانا، ونديهم بن بيروت هديه يساعدهم في زياده معدل الحرق. بمناسبه وصلنا ل 800,000 مشترك، فيبقى معانا سحب ل8 فيديوهات مستمره. هننزل الفيديوهات حد وثلاث وخميس الساعه 6 ان شاء الله. فعشان تشترك في السحب بتاع فيديو النهارده ده، كل اللي محتاج تعمله انك تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، تعمل اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد اول ما ننزله، وتكتب تم في كومنت. تمام كده. الرياضه رقم 3 معانا في الترتيب التوب 3 وهي السباحه. السباحه من الرياضات العظيمه جدا اللي هتفرق معاك في حياتك وفي صحتك بشكل كبير جدا، لانها هتزود لياقتك البدنيه، هتمدك بالطاقه والنشاط، هتشغل فيها كل عضلات جسمك بدون ما تحط ضغط كبير على المفاصل. بالعكس ده هي هتساعدك في علاج الام المفاصل والعضلات والعمود الفقري. وطبعا بتختلف شده السباحه من تمرين خفيف لتمرين متوسط الشده لتمرين عالي الشده، لكن التمرين اللي بننصح بيه هو تمرين متوسط الشده، هيحرق معاك في الساعه حوالي 800 سعر حراري، وده رقم كويس جدا. فانصحك لو انت مش مشترك في سباحه تشوف اقرب نادي ليك في تدريب وتبدا تلعب سباحه، هتفرق معاك بشكل كبير جدا ان شاء الله. الرياضه رقم 2 التوب 2 عندنا وهي الجري. الجري من اشهر الرياضات في التخسيس، يعني مشهور جدا ان اي حد عايز يخس بنقول له روح اجري على التريد ميل وانزل نادي يجري فيه، فهو حاجه مشهوره جدا واي حد بيقدر يمارسها ومتاحه في كل الجيمات. فالجري فعلا هيساعدك انك تخس بسرعه، وخصوصا بقى لو بتتمرن بطريقه الهيت كارديو. انا شخصيا بتمرن بالنظام ده، بجري بيه بشكل يومي وبيزود معايا الحرق بشكل كبير جدا. فلو عاوزين اعرفكم اسرار المشايه وازاي انا بطبق عليها الهيت كارديو ونعمل عنها فيديو كامل، فاكتب في كومنت الجري، ولو لقينا فيه اقبال على الفكره نخليها في فيديو جاي ان شاء الله. ده غير ان نظام الهيت كارديو ده هيخليك تلعب، هيبقى زي فيه متعه كده على المشايه، لان معروف ان التريد ميل ممله بتطهق منها بسرعه، ناس كتير بيجيبوها يومين ثلاثه ويعرضوها تاني للبيع عشان تطهق منها. فلو عايزين فعلا اعرفكم اسرار المشايه وازاي تستمر عليها فتره طويله وازاي تحرق عليها، فاكتب في كومنت الجري، ولو لقينا فيه اقبال على الفكره نخلي الفيديو الجاي ان شاء الله يكون عن الجري. وعموما متوسط الجري على المشايه هيحرق معاك حوالي 850 سعر حراري، لكن طبعا انت مش هتقدر تجري ساعه مره واحده، خصوصا لو انت مش بتتمرن. فطبعا هتجري شويه وتريح شويه، تتمشى تجري وتتمشى وهكذا. هنعمل لكم ان شاء الله لو انتم مهتمين بالفكره نعمل لكم شرح تفصيلي عنها ان شاء الله. لكن مبدئيا كده الساعه دي ايه اسهل حاجه تقدر تحرق بيها؟ السباحه. هتقدر تعمل سباحه ساعه بكل سهوله وتحرق ال 800 سعر بكل سهوله. الرياضه رقم 1 في الحرق التوب 1 واللي هتفرق معاك بشكل كبير جدا وتقدر تمارسها في البيت، مش محتاج بقى اشتراك سباحه ولا اشتراك جيم ولا اشتراك نادي ولا اي حاجه، تقدر تمارسها في كل مكان بكل سهوله، وهتزود معاك الكتله العضليه، هتقوي العضلات بتاعتك، هتزود التركيز بتاعك، هتزود قوه الاعصاب بتاعتك، هتزود التواصل العصبي العضلي عندك، تفرق معاك بشكل كبير جدا. وهي نط الحبل. نط الحبل من الرياضات العظيمه اللي مهمه للرياضيين بالذات، وبتفرق في سرعتهم وادائهم بشكل كبير جدا، وخاصه الملاكمين. ده غير انه من الرياضات الممتعه المحببه للنفس. يعني لما تسال اي رياضي الجري احسن ولا نط الحبل، هيقول لك طبعا نط الحبل بدون مقارنه. فنط الحبل من الحاجات الجميله الممتعه، لعبه اصلا انت عمال بتلعب وبتقوي التوافق العضلي العصبي بتاعك، فهيفرق معاك طبعا، هيفرق معاك بشكل كبير جدا، وخاصه ان متوسط الساعه هيحرق معاك حوالي 900 سعر حراري وممكن اكتر من كده حسب الشده اللي انت بتتمرن بيها، لكن احنا مثبتين متوسط الشده على كل التمارين عشان نقدر نحكم ما بينهم. وطبعا الحرق ده بيختلف من شخص للتاني على حسب السرعه بتاعته والقوه وشده التمرين والوضع بتاعه، في بعض العوامل الكتير يعني. لكن دول عموما افضل 3 تمارين تقدر تمارسهم عشان يزودوا معاك الحرق. لكن مشكله نط الحبل بقى ان هو طبعا بيحمل على المفاصل بشكل اكبر، يعني لو عندك مشكله في الانكل خاصه يعني او في الركبه او في الحوض، فهيبقى صعب تعمل نط الحبل، فساعتها تلجا لرياضه السباحه او الجري. تمام. لكن لو ما عندكش مشاكل في مفاصل الرجل بتاعتك، نط الحبل من الرياضات المهمه جدا اللي لازم تبدا تمارسها، هتفرق معاك بشكل كبير جدا، هتوفر لك وقت كبير جدا، هتخليك تخس
هتخس بسرعه اكبر كمان ان شاء الله. والاجمل بقى من ده كله لو تقدر تجمع بين الثلاث رياضات، يعني يكون عندك سباحه مرتين في الاسبوع، بتنزل جيم من 4 ل5 ايام في الاسبوع، وبتلعب هناك طط حبل، هيبقى حلو جدا وهيفرق معاك بشكل كبير جدا. الثلاث رياضات دول حلوين جدا لكل جسمك، وهتدعي لي ان شاء الله لو بدات تطبقهم، لانك هتلاقي نتيجه كبيره جدا في حياتك. بس المهم انك تستمر عليهم، يعني ما تقعدش شهر بتتمرن وتقول لي انا ما لقيتش نتيجه، رغم انك هتلاقي نتيجه، بس ما تحكمش من اول شهر، استمر عليهم على الاقل 3 شهور ل 6 شهور عشان تلاقي نتيجه ملحوظه، والناس تقول لك كده ما شاء الله انت عامل عمليه ولا ايه اللي حصل لك. بس ده كان فيديو النهارده، لو عندكم اي استفسار اكتبوا في كومنت وان شاء الله هرد عليكم، خصصنا وقت ان احنا نرد على كل الاسئله بتاعتكم. اتمنى تستنوا الفيديو الجاي، هيكون فيديو قوي زي فيديو النهارده ان شاء الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم.